ما تيجي نعمل دلكة سوداني في البيت من غير ما تشتريها وتتعبي فيها ابدا. يلا بينا على الطريقة. مكونات اهي: معلقتين دقيق كبار، ومعلقة نشا، ومعلقة قهوة. هنجيب الطاسة بالشكل دوت ونبدأ نحط عليها الدقيق. هنزل الدقيق بالشكل دوت والنشا اهو. هنحتاج عصرة ليمونة بس في الاخر. نقلبها بقى بالشكل ده لحد ما لونهم يتغير كده ويغمق شوية. هننزل عليها بقى نقطة الليمون كده وكوباية المية الصغيرة دي. ونقلب بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واحنا خلاص قافلين النار. حان وقت التجربة. بصوا بقى، انا مسكتها كده. اول حاجه لازم ابلي ايدي ميه، وبعدين بقى حطيتها على ايدي وقعدت يعني افردها كويس واعمل مساج كده للايدين. خلي بالك انت ممكن تحطيها على اي منطقه في جسمك ما عدا الوش، ما ينفعش ابدا تحطيها على وشك. وبالشكل ده وهسيبها كده شويه. ممكن اسيبها مثلا ربع ساعه لحد بس ما تنشف، وابدا افركها بقى وهتنزل معايا كده قطع. بس انا ما استنيتش بصراحه اكتر من كده عشان كنت خايفه زين يصحى. فانتي طبعا تقدري تستغني اكتر من كده علشان يجيب معاكي نتيجه احلى واحلى. عايزه اقول لكم النتيجه ما بانتش في الكاميرا قوي، بس بجد في الحقيقه لا، مختلفه تماما يا بنات. والنتيجه بجد شكلها يعني تحفه. دي فتحت عن الاول بكتير، عن ايدي التانية كمان. فجربوها وقولي في الكومنتات.